الناس اتصدمت لما عرفت إن حسين أبو الحجاج من أبطال مسلسل الكبير قوي وفيلم الناظر، وإنه لسه بيشتغل لحد دلوقتي في نفس الورشة. حسين أبو الحجاج كان قبل ما يدخل عالم الفن كان سائق لنقل تقيل اللي هي التريلا، وبعدين فتح ورشة كاوتش لتصليح الإطارات في المنيا سنة 1986، يعني قبل دخوله الفن ب20 سنة كاملة. الفنان هاني رمزي هو اللي اكتشفه بسبب بنيانه الضخم، وقدمه في أدوار خلت وشه معروف لكل بيت مصري، زي شخصية لؤي في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، وأشرف في مسلسل الكبير قوي، وميخا في فيلم الناظر. المفاجأة الحقيقية إن رغم النجومية اللي هو كان فيها فضل شغال في ورشته الأصلية، ولما توقف العمل الفني في فترة كورونا رجع بشكل طبيعي جدا لمهنته الأصلية في تصليح الكاوتش، من غير ما يحس إنه محتاج يختفي أو يخفي الموضوع أو حتى يخجل منه. من أهم أعماله الناظر، الكبير قوي، صعيدي في الجامعة الأمريكية، وغيرهم أدوار تانية كتير. لو حسين أبو حجاج فضل قريب من شغله الأصلي، الشخصية الأخيرة النهاردة كانت بتلعب أدوار الشر والخارجين عن القانون. التلاتة اللي فاتوا كانوا من زمن الفن الجميل لشخصية لسه بتشتغل في مهنتها القديمة لحد النهاردة، حتى وهو نجم معروف في كل بيت مصري. في صورة انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي لراجل ضخم البنيان واقف جوه ورشة كاوتش